انا بعرف اصمم وارسم، ابدا ازاي؟ بكل بساطه يا جدعان، انت واحد بتعرف تصمم يعني وترسم، يعني انت واحد بتاع جرافيك هتخش في عندك صفحات على الفيس كتير، وبتاع بتاع اسمها ايه، جروبات على الفيس كتير. خش كلم الناس يا جدعان، ده نسخ، اعمل لك شويه صور، خش على شات جي بي تي، قول له انا بعرف اصمم وارسم، ماشي؟ قول اطلب مني صور انا اصنعها وقيمها لي. اطلب منك صور هتقوم انت صانعها وبعتها له وهيقيمها لك، يقول لك انت ناقصك كذا، عم تعمل كذا، هتظبط نفسك في التريكات البسيطه دي. هتقوم داخل على الفيس، يا جدعان اللي عايز مني شغل انا بعمله بسعر رخيص، اول 10 تنفار هعملهم مجاني. حلو، جميل، طبعا ناس كتير هتبعت لك، هتعمل وهتبعت بعدها. يا جدعان، بقى معاك ارقام ناس، بقى معاك داتا، تعرف بقى هيقع في ايدك ناس بنت حلال. ناس بنت حلال دول هيشغلوك، ده يا صاحبي بيعمل صور، ده فلوسه قليله، ده مش عارف ايه، انت بتاخد على الصوره مثلا 250، اللي هو 250 جنيه يعني 5 دولار. من مواقع العمل الحر، يا عم انت خد لك 200 جنيه، 150 جنيه، وده لفتره محدوده لحد ما الناس تعرفك. بعد كده ترجع تاخد الفلوس بتاعتك اللي انت بتاخدها. انت واحد بتدرس، بتشتري كورسات، بتتعلم، وبتقعد سنين، هتروح في الاخر تاخد لك 5 دولار على صورة؟ لا، ما تتساواش ابدا بواحد لسه مبتدئ. انما انت لسه مبتدئ، علشان تقدر تنجح تبدا تعمل زي ما انا ما قلت لك، هتشتغل الاول مع شات جي بي تي، يطلب منك صور، هيطلب منك، يقول لك اعمل لي صوره لمحل مش عارف كذا 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 كذا، هتقوم انت عاملها وبعتها له، وهتقوم وانت لما تبعتها له كده تكتب له تحت، قول لي الاخطاء ايه في الصوره دي، هل انا قدرت اوفي لك الشروط بتاعتك ولا لا؟ هيبص عليها وهيقول لك، ولما هيقول لك هتاخد بالك من الحاجات دي لحد ما تلاقي، مش هقول لك لحد ما توصل للمثاليه انك تكون 10 من 10، مفيش كلام من دلوقتي لانك انت لسه في الاول. طلبت من شات جي بي تي انه يعمل لك، انه يبعت لك المهمات بتاعتك، قدرت اللي انت تعملها، هتقوم داخل بعد كده على الفيسبوك، على الصفحات اللي هي لها علاقه بالفوتوشوب والحاجات ديت. يا جدعان انا بعرف اعمل صور، واللي عايز اي صوره هيبعتها لي، واول 5 تنفار مجانا او اول 10 تنفار مجانا هيدخل لك ناس هيطلبوا منك صور، هتقوم انت عامل الصور ديت بكل بساطه، وهتاخد طبعا ارقام تليفونات العالم دي كلها، وتحاول بعد كده تسعى كل السعي انك تشتغل مع الناس دي. هتبقى الاول الاجره بتاعتك قليله لحد ما تبدا الناس انها تعرفك، تبدا تعلي الاجره بتاعتك. نصيحه طبعا، ده انا كل ده بتكلم لو في حاله اللي انت شغال على التليفون مش على كمبيوتر عندك منصه خمسات بقى، والمنصات العمل الحر، خمسات وفايفر وكفيل وايه تاني، وخدمات اونلاين، وفي منصات كتير. فانا بكلمك في النقطه دي، اللي انت اتجدعن واعمل لك صفحه على الفيس، بيج على الفيسبوك، واعمل ترويج عليها، اللي هو اعلان ممول، تمام، ووري الناس الشغل بتاعك اللي انت عملته قبل كده للناس مجانا، واللي انت عملته مجانا للناس نزله في الاعلان بتاعك، والصوره يا عم اعمل لك عليها عرض عشان انت اول مره تبقى عندنا بكذا. هيجي لك ناس بقى بيشتغلوا كتير، هيجي لك ناس من بتوع موقع خمسات ومواقع العمل الحر، هيقوم جاي لك تعالى اشتغل معايا، تبدا تشتغل وتعمل له صور، هتتعرف اكتر، هيجي لك زباين اكتر، هتشتغل اكتر، بقيت معروف اكتر، تبدا تعلي الاجره بتاعتك في مقابل انك تشتري كورسات وتتعلم منها وتطور من نفسك اكتر، وهتكون شغال مع الناس دي بحيث انها تجيب لك دخل ثابت، وفي نفس الوقت هتكون جمعت 8 جهاز كمبيوتر تقدر تشتغل من عليه وتحقق منه كواليتي اعلى من اللي انت شغال بيها بالموبايل. وصل؟ اظن الكلام واضح، كلام مفهوم. انا ساعدتك في الحوار ده كمان بان اشتريت لك كورس الربح من تطبيق كانفا، هنتعلمه سوا علشان برضو توصل للليفل اللي انت محتاجه، سواء ان كنت خبرة او لسه مبتدئ. الكورس بادئ من الصفر ببلاش، ليكوا ببلاش، انا اشتريته علشان نتعلمه كلنا مع بعض سوا على قناة معانا هتلاقي شغلك.